عاوزة حد لو مر بالتجربة دي يفيدني. أختي توفت من شهرين بالسكتة القلبية، فقيدة شباب يعني. ما اتجوزتش، كانت بتحب الحياة جدا، دايما بتضحك بشوش. أنا كنت معاها وقت ما توفت عند الدكتور، وقعت مرة واحدة توفت. من وقتها وأنا حاسة إني مضروبة على دماغي. أنا أمي وأبويا اتوفوا ورا بعض، ووراهم أختي. حاسة إن عقلي وقف حرفيا، ما عدتش قادرة أرسم حاجة لقدام. حاسة إني عايشة ميتة. أنا زعلانة عليها جدا أوي، وفي نفس الوقت حاسة إن في حاجة غلط. كان لسه بدري ولا إيه؟ وسابت يا حبيبتي فلوس شغلها وجهازها وهدومها وكل حاجة. أنا حاسة إن الدنيا وقفت. أنا حاسة إن الدنيا وقفت. ما عدتش قادر أرسم لقدام. الرغم إن معايا طفلة رضيعة وبنت 4 سنين. رحت الاتنين نفسيين، شخصوا لي اكتئاب ووسواس قهري وادوني دواء مهدئ ومنوم. سؤالي: هل أنا هخف؟ وهخف إمتى؟ وأرجع لحياتي الطبيعية من غير خوف من الموت ودماغي ترجع مكانها؟ أنا فعلا مش بكذب أما قلت دماغي فيها حاجة غلط. يا ريت تكونوا فاهميني، وأسف على الإطالة.